أنت تحدثت عن الموصل وكيف أن مصير الموصل أصبح مجهولا الآن. آه يعني بعد 9 أشهر سيطرت قوات الحشد الشعبي والجيش على الموصل بمساعدة أمريكية، ولكن لا أثر لداعش. كل ما حدث هو أن الموصل دمرت تدميرا تاما، هجر أهلها وقتل منهم الآلاف، ولا أثر لداعش. هل كان المقصود هو داعش أم المقصود هو تدمير أكبر حاضرة للسنة تاريخية في العراق وتشتيت السنة وإفشال أي وجود لهم في العراق؟ Yani bölgede Musul başta olmak üzere hemen hemen bütün şehirlerde çok acı, çok dramatik olan... تشهد المنطقة بما فيها الموصل وكثير من المدن أحداثا مأساوية. نقول منذ البداية هناك عدد من المدن بما في ذلك الموصل مهمة في المنطقة، وكذلك دمشق وكركوك. أصبحت هذه المدن ببنيتها عبر التاريخ نموذجا للتعايش السلمي. عاش التركمان والعرب والأكراد في الموصل بسلام، وكذلك السنة والشيعة. لقد قلنا دائما إنكم تكافحون ضد منظمة اسمها داعش، فإذا كنتم تتحركون بطريقة مناسبة وعند مكافحة داعش وتطهير المكان منها، لا ينبغي لكم أن تستدعوا جماعة مسلحة أخرى تتمركز هناك. على سبيل المثال، بعد تطهير الموصل من داعش، إذا حاولتم تغيير البنية المذهبية هناك بيد الحشد الشعبي أو طرد العرب في الرقة وتوطين الأكراد محلهم بواسطة حسب ما تسعى له BYD والBKK، فلن تحلوا المشكلة، بل ستسكبون بنزينا على النار. نعم، الأخبار الواردة الآن من الموصل لا تبعث على الأمل. الأغلبية السنية تركت الموصل، ولكن سيكون الوطن في قلوب كل هؤلاء الناس دائما. وفي النهاية فإن النقاشات بشأن الموصل ستستمر في المرحلة المقبلة أيضا، ولهذا السبب لا يكون ذلك التصرف مناسبا. رأينا هو أن الموصل للموصليين والرقة لسكان الرقة وحلب للحلبيين. نعم، لديكم من القوة الآن ما يكفي لتوطين هؤلاء بدعم من بلدان الأخرى وبالتزود بأسلحة، ولكن إذا أخللتم بالتوازن فمن المستحيل إيجاد التوازن الذي تسعون له، ولذلك يجب العودة بأسرع ما يمكن عن الخطأ في الموصل. وبعد التطهير من داعش يجب أن يعود سكان الموصل إلى المدينة، سواء كانوا من العرب أو التركمان أو الأكراد أو السنة أو الشيعة. كل من كان يسكن في الموصل يجب أن يعود إليها. بعد تطهير الموصل من داعش، إذا حاولتم تغيير البنية المذهبية هناك بيد الحشد الشعبي أو طرد العرب في الرقة وتوطين الأكراد محلهم بواسطة حسب ما تسعى له BYD والBKK، فلن تحلوا المشكلة، بل ستسكبون بنزينا على النار.